لحسم ملف المهاجم اللي مازال موجود في دماغ مارسيل كولر ودماغ لجنه التخطيط في النادي الاهلي، ولكن بهدوء بعدم تسرع، لان التسرع السنه اللي فاتت جاب مودست. يعني التسرع السنه اللي فاتت جاب مودست، والموضوع ده مش هيتكرر تاني. فعشان كده الاهلي حذر جدا مع كولر، وفي اتصالات دايما كل فتره تبص تلاقي اجتماع مع كابتن الخطيب وكولر بخصوص هذا الملف. فواضح ان في تدقيق قوي جدا. سبب رفض كولر لاكتر من مهاجم اتعرض عليه الفتره اللي فاتت بما فيهم عمر فرج، ان وجهه نظره ان وسام ابو علي افضل. فهو بالتالي قال لك لا، ان ما كانش المهاجم هيبقى افضل من وسام فانا مش عايز، انا كده تمام وزي الفل. لكن يجي في مستوى وسام وكهربا لا مش عايز. فهي القصه ده اللي معطل الموضوع، وعايز